أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست على الهامش. معاكم إسلام السمان. النهاردة هنتكلم عن واحد من أهم المعايير اللي غيرت شكل القوائم المالية في العالم كله، IFRS 16، عقود الإيجار. المعيار ده مش مجرد تعديل في طريقة التسجيل، ده نقلنا من فكرة إن الإيجار مجرد مصروف بيتسجل في قائمة الدخل لفكرة أكبر بكتير، إن أي عقد إيجار هو حق استخدام أصل إلا التزام مالي لازم يظهر في الميزانية. خليني أبسطها. قبل المعيار، أي شركة مأجرت مكتب، عربية، أو حتى خط إنتاج كانت بتسجل الإيجار كل شهر أو سنة كمصروف عادي وخلاص. لكن بعد تطبيق IFRS 16 لازم الشركة تعترف بحاجة اسمها Right of Use Asset، أصل حق الاستخدام في الميزانية، وفي المقابل تسجل Lease Liability، التزام الإيجار. يعني الشركة بتقول أنا عندي حق أستخدم الأصل ده طول مدة العقد، والقيمة الحالية للإيجار هي التزام عليا. تعالوا ناخد مثال عملي علشان الصورة تبقى أوضح. شركة مأجرت مكتب لمدة 5 سنين والإيجار السنوي $100,000. قبل IFRS 16 الشركة كانت ببساطة تسجل مصروف إيجار $100,000 في قائمة الدخل كل سنة. بعد IFRS 16 في أول يوم للعقد الشركة تحسب القيمة الحالية لكل الإيجارات، ولنفترض $400,000، تسجل أصل حق استخدام بقيمة $400,000 في الميزانية. في المقابل تسجل التزام إيجار بنفس القيمة. وبعدين كل سنة يحصل الآتي: استهلاك على أصل حق الاستخدام زي الأصل الثابت، مصاريف فوائد على التزام الإيجار. يعني بدل ما نشوف مصروف إيجار ثابت هنشوف استهلاك زائد فوائد، وده يغير شكل قائمة الدخل والميزانية معاً. طب إيه أهمية التغيير ده؟ أول حاجة الشفافية. المستثمرين والإدارة يقدروا يشوفوا بوضوح حجم الالتزامات الحقيقية للشركة. تاني حاجة المقارنة بين الشركات بقت أوضح. زمان كان في شركات مأجرت أصول وشركات شارياها، وده كان بيصعب المقارنة. دلوقتي كله باين. تالت حاجة القرار الاستراتيجي. لما تبص على أرقام الشركة بعد تطبيق IFRS 16 تقدر تقرر بجد هل الأفضل نأجر ولا نشتري. الخلاصة IFRS 16 كشف اللي كان مستخبي. الإيجارات اللي كنا بنشوفها مصروفات بسيطة بقت دلوقتي أصول والتزامات واضحة على الورق، وده بيخلي القوائم المالية مش بس أرقام، لكن انعكاس حقيقي لقوة الشركة والتزاماتها. دي كانت حلقة النهاردة من على الهامش. معاكم كان إسلام السمان. لو الحلقة عجبتكم شاركوها مع أي حد مهتم بالمحاسبة والمالية.